أبقوا خلف هواتفكم فقط. رياض محرز يسخر من انتقادات الجزائريين له. قبل ما نبدأ في أي تفاصيل هاخد من وقتك كام ثانية كده في الصلاة على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في التعليقات. ماذا قال قائد الجزائر عن الانتقادات الموجهة له منذ انطلاق كأس أفريقيا كوت ديفوار 2023؟ رد رياض محرز قائد منتخب الجزائر ومحترف الأهلي السعودي على الانتقادات التي توجه له منذ انطلاق كأس أفريقيا كوت ديفوار 2023 معربا عن استيائه وسخريته من مهاجميه. محاربو الصحراء لم يحصدوا إلا نقطتين فقط خلال أول جولتين من دور المجموعات بالبطولة القارية، إذ افتتحوا مشوارهم بالتعادل أمام أنجولا 1-1 ثم بوركينا فاسو 2-2 ومعرضهم للكثير من الانتقادات. ويحكم أن محرز هو القائد بجانب أن التركيز منصب عليه بعد انتقاله للسعودية. كان هو أكثر من تعرض لتلك الانتقادات، خاصة وأن بعض جماهير بلاده كانت رافضة لخطوة رحيله عن أوروبا للعب في دوري روشان السعودي، لكن تلك الفئة سخر منها محرز فقال في تصريحاته لقنوات BN سبورتس عقب مواجهة بوركينا فاسو بالأمس: نحن لا نلتفت لما يقال عنا، من يتحدثون يعتقدون أننا يتعين علينا الفوز في كل مباراة 3-0. دعهم يبقوا خلف هواتفهم وأجهزتهم الخاصة، نحن لا نستمع إليهم على الإطلاق. يذكر أن منتخب الجزائر يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين خلف أنجولا وبوركينا فاسو صاحب ال4 نقاط لكل منهما، بينما تحل موريتانيا أخيرا دون أي نقاط. ولا تزال فرصة محاربي الصحراء في التأهل للدور المقبل قائمة إذا تنتظرون مواجهة موريتانيا في الجولة الأخيرة في 23 من يناير الجاري. في النهاية رأيك وتوقعك لمباراة الجزائر وموريتانيا مستني في التعليقات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم على المشاهدة واشوفكم على خير.